ازيكم يا شباب؟ قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. معانا النهاردة الجزء التاني من مسلسل البحث عن علا، وده زي ما قلنا مسلسل ممتد عن مسلسل عايزة تتجوز. بتكون علا في المحل بتاعها وبتشتكي من المبيعات وان مفيش غير منتج واحد بس اللي بيتباع، وده لان الناس الكبيرة هي بس اللي بتشتري لانها حاطة صورة امها على الاعلانات. بعدها بتروح الجيم مع صحابها وبتقابل هناك واحد اسمه ادم وكان شغال في شركة تسويق، وبعدها اتعرفوا على بعض. بعدها بتروح وابنها بيجي بيقول لها انه عايز يقدم على دور في المسرحية، وعلا بتوافق. بعدها سليم بيروح اختبار الاداء وبيقدر انه ياخد الدور. بعدها علا راحت لادم في الشركة بتاعته بيقول لها ان سبب عدم بيع منتجاتها هي ان اعلاناتها للناس الكبيرة في السن، وده خلى الصغيرين مش مهتمين بمنتجاتها. وبدأ يجر معاها كلام وبيسألها عن ايه الحاجات اللي كان نفسها تعملها، وبعدها بياخدها ويخرجوا مع بعض وخلاها تعمل وشم. تاني يوم كان ادم مستنيها بعجلة بره البيت وقال لها ان كان نفسك تركبي عجل وده الوقت المناسب، وبعدها بدأ يعلمها. بالليل هشام جالها وبدأت تقوله إنها كمان ما كانتش مبسوطة وإن انفصالهم ده جه في وقته، واداها الجاكيت بتاع سليم ومشي. في اليوم اللي بعده علا ونسرين كانوا مروحين من المحل، ونسرين بدأت تعاتبها على اللي بتعمله وعلى ارتباطها بواحد أصغر منها، لكن علا ما اهتمتش. بعدها راحت وصلت ولادها لحماتها وفضلت تجر شكلها بالكلام شوية، ومشيت وهي فرحانة علشان ضايقتها، ودي كانت حاجة من الحاجات اللي كانت عايزة تعملها. بعدها راحت مع ادم واصحابه الصحراء عشان يعملوا كامبينج ويتفسحوا، ودي برضو كانت حاجة من الحاجات اللي كان نفسها تعملها. ووقت ما كانوا قاعدين واحدة سألتها هو لو رجع الزمن هتتجوزي طليق تاني، وعلا قالت لها بس هي استغربت. بعدها ادم خدها وراحوا يشوفوا الشروق وكان منظر جميل، ولما رجعت البيت اكتشفت ان امها جايبه لها عريس لكنها رفضته بالطريقة. امها بعدها بدأت تعاتبها، لكن علا قالت لها تسيبها في حالها وان هي عايزة تبقى براحتها. في اليوم اللي بعده كان ميعاد المسرحية وكانوا حاضرين كلهم، لكن هشام وأمنية سابوهم ومشيوا. وبعدها علا هي كمان قالت إن عندها ميعاد ومشيت. وبالليل علا راحت قابلت آدم، لكنها اكتشفت إن هشام وأمنية موجودين في نفس المكان وتعرفوا على بعض. بعدها علا كانت بتتكلم في التليفون لكنها سمعت خبر إن ولادها في القسم، وراحوا بسرعة عشان يعرفوا إيه اللي حصل. ولما وصلوا عرفوا إنهم كانوا مروحين بتاكسي والسواق اتمسك بحشيش، وهشام قال لها إنها مش مسؤولة ومش هتقدر تاخد بالها من الأولاد، وطلب منها إنهم يعيشوا معاه وهياخدهم منها. في اليوم اللي بعده علا راحت لهشام واتأسفت على اللي حصل وقالت له إنها مش هتقدر تعيش من غير ولادها، لكن هشام سامحها ووافق إنهم يرجعوا لها وقال لها تاخد بالها منهم. بعدها علا راحت لآدم وقطعت علاقتها معاه وقالت له إنهم ما ينفعوش لبعض. وبعدها راحت عشان تصالح أمها لكنها ما ردتش عليها، ولما رجعت لقت صحابها عاملين لها حفلة لعيد ميلادها. سهى جات لها المحل وقالت لها ان في مستثمر مهتم بفكرة مشروعها وعايز يساعدها، وخدت معاه ميعاد. بعدها هشام كلمها وقال لها انه مش هيقدر يخرج الاولاد للمعسكر لانه تعبان. وبعدها علا راحت تودي الاولاد للمعسكر، لكن كان في مشكلة انها مش هينفع تكون معاهم لان هشام هو اللي ماضي على العقد وان ده معسكر للاباء. لكن بعد محاولات كتير مؤسس فكرة المعسكر ده وافق. سهى كلمتها وقالت لها ان الميعاد هيكون بكرة. بعدها كانوا قاعدين وكانوا بيقروا رغبات الأولاد اللي نفسهم يلاقوها في أبهاتهم، وكان معظم الأولاد كاتبين إن التليفونات بتبعدهم عنهم. بعدها قرروا ياخدوا كل التليفونات اللي في المعسكر، لكن علا رفضت. وبعدها راحت كلمت نسرين وقالت لها تحضر الميعاد بدلها، ورجعت وادت لهم التليفون. بعدها لعبوا لعبة شد الحبل والفريق اللي كانت فيه خسر، وراحوا بعدها عشان ياكلوا واعترضت على الأكل وقالت إن أكيد مش أمهات اللي عاملة الأكل ده. وجالها مؤسس المعسكر وقال لها إن المعسكر ده كله ذوق رجالي. بعدها كانوا بيلعبوا وكان ابنها مختفي، وراح واحد يدور عليه ولقيه قاعد في الخيمة لوحده زعلان، فخده على ظهره وشاله عشان يوديه العلا. بعدها كانوا بيتمشوا وكان بيطمن عليها وعلى علاقتها مع الأولاد، وقالت إنها لازم تاخد بالها منهم. بالليل علا راحت خدت تليفونها من وراهم وكان الدكتور صاحبها بيساعدها، وبعدها قعدوا يتكلموا مع بعض شوية. في الوقت ده كانت نسرين راحت لأم علا عشان تصالحهم على بعض، وقالت لها إن اللي حصل بينهم ده ما ينفعش. في اليوم اللي بعده كانوا قاعدين يلعبوا لعبة وعلا تليفونها رن، لكنها أنكرت إنه تليفونها. بعدها بدأوا اللعبة معاها وكانت عبارة عن أسئلة عن الأولاد واهتماماتهم، لكنها قدرت تجاوب الأسئلة اللي تخص بنتها صح، لكن ابنها جاوبت غلط. بعدها سأل الأولاد عليها لكن نادية جاوبت صح وسليم معرفش يجاوب. في الوقت ده كانت نسرين ومنتصر بيحضروا الميعاد بتاع المستثمر وبدأوا يشرحوا له المشروع بتاعهم وكانوا بيقدموا لهم شرح للمنتجات. بعدها علا كلمتهم عشان تعرف منهم عملوا ايه، وقالوا لها انهم ما اقتنعوش وعايزين يعملوا مقابلة تانية. في الوقت ده مؤسس المعسكر جه ومسكها وهي بتتكلم في التليفون واخده. بعدها كانت نادية بتلعب مع صاحبها اللي كانت زينة بنت دكتور مروان معجبة بيه،
وزينة شافتهم ومشيت، وبعدها راحت شافت علا مع ابوها الدكتور مروان، وزعلت ان مفيش حد مهتم بيها ومشيت. بعدها علا راحت لها عشان تفهمها الموضوع، وقالت لها ان مفيش حاجة بينها وبين مروان. وبعدها نادية جت وعلا قالت لها انها ما تكترش مع اللي اسمه ياسين ده، وزينة زعلت ومشيت. بعدها كانوا بيلعبوا لعبة الاعترافات، وكان كل واحد بيعترف لولاده على مشاعره. وكان الدكتور مروان بيحاول يصالح زينة وبيقول لها انها اكتر حد بيحبه. بعدها كان الدور على علا، وبدأت تقول لنادية انها بتحبها وانها ربتها على انها تبقى قوية، لكن لازم في بعض الاوقات انها تهتم باللي حواليها. بعدها قالت لسليم ان اكتر حاجة بتحبها فيه انه مش بيحاول يقلد حد وعايز يبقى ليه شخصيته لوحده. وبعدها اتصالحوا كلهم وحضنوا بعض، وتليفونها رن، والمؤسس المعسكر استغرب، لكن قالت له ان هو مش بيعرف يخبي التليفونات كويس، ولما كانت بتتكلم في التليفون سمعت خبر مش كويس. بعدها بدأت تلم حاجتها وخدت الأولاد ومشيوا، وكان الدكتور مروان عايز يمشي معاها، وزينة كانت مش موافقة إنه يروح معاهم وكانت عايزاه يروح البيت. بعدها راحوا المستشفى وعرفوا إن هشام عمل عملية في القلب وإنه محتاج يقعد في المستشفى فترة. بعدها هشام فاق وسأل على علا وعلى أولاده، وبعدها علا خرجت وكلمت أمنية. بعدها دكتور مروان دخل يطمن على هشام ويسلم عليه، وبعدها مروان وصل علا البيت وقال لها لو احتجتي حاجة أنا موجود. وعلا دخلت البيت وطمنت نادية على أبوها. بعدها علا كانت قاعدة مع نسرين، ونسرين كانت بتستفسر منها على علاقتها بمروان وبتقول لها انها زودت في الموضوع شوية. بعدها علا خدت الأولاد المستشفى عشان يطمنوا على أبوهم، ومروان اتصل على علا وخلى زينة تطمن عليهم، وعلا قالت لها انها عايزة تيجي عشان نادية، لكن زينة رفضت. في الوقت ده أمنية كانت ماشية من المستشفى وبتعيط، وقالت لعلا ان هشام مش عايزني جنبه. بعدها أمها قالت لها ان هشام كده بدأ يفكر انه يرجع لها وانها لازم تجاريه برضه. ولما دخلت الأوضة هشام بدأ يطلب منها مساعدات زي إنها تعدل السرير، وبعدها الأولاد طلبوا منه إنه يرجع معاهم البيت وعلا وافقت. بعدها وهم مروحين كانوا بيسألوها هي ليه وافقت، وقالت لهم عشانكم، لكن هم فهموا إنها مش عايزة أبوهم وحاولت تفهمهم إن الموضوع معقد. بعد ما رجعت البيت كانت بتتصل على مروان وقال لها أنا مش فاضي دلوقتي، وسألها على هشام وقفل معاها. في اليوم اللي بعده هشام رجع البيت وأمها قالت لها تفكر بسرعة في موضوع رجوعها لهشام. بالليل لما كانت نايمة في أوضة نادية وسألتها عن زينة، لكن نادية قالت لها إنها ما تعرفش حاجة عنها. في اليوم اللي بعده نادية قابلت زينة في المدرسة وحاولت تصالحها، لكن زينة زعلت ومشيت. في الوقت ده هشام قال لعلا إنه محتاج يتكلم معاها شوية، لكن هي قالت له إن عندها شغل. وبعدها قالت له إن ما عندهاش مانع لو عايز يرجع البيت، وهي هتبقى توديله الأولاد لحد هناك، ومشيت. لما كانت في الشغل نسرين كانت زعلانة من علا عشان اهتمامها الزيادة بيه، وكانت خايفة إنه يأثر عليها وترجع له، وكانت خايفة من كده أحسن علا تطلعها من حياتها، لكن علا طمنتها وقالت لها إنها تفضل صاحبتها. في الوقت ده سهى اتصلت عليها وقالت لها إن المستثمر وافق يعمل معاهم مقابلة وإنهم يحضروا حاجة كويسة المرة دي. في الوقت ده أمنية راحت لهشام البيت وقال لها إنهم ما ينفعوش لبعض وإنها محتاجة حد صغير عشان يهتم بيها، وانفصلوا عن بعض. وبعدها زعلت ومشيت. بالليل علا روحت ولقيت هشام قاعد مع صحابه فسلمت عليهم وقالت لهم إن مش هينفع تقعد معاهم لأن عندها شغل كتير، وطلعت على أوضتها. أمها طلعت لها وبدأت تقول لها إنها لازم ترجع لهشام عشان الأولاد وإن دي فرصة مش هتتعوض، وعرفتها إنه انفصل عن أمنية. بعدها علا قعدت مع هشام في البلكونة وبدأوا يتكلموا، وبيحكي لها عن ذكريات زمان وإنهم كانوا مبسوطين، وقال لها إيه اللي حصل، لكنها قالت له إن الزمن بيغير الشخص وبيخليه يزهق. وبعدها هشام قال لها إنه عايز يرجع لها، لكن هي رفضت وقالت له إنها مش لعبة يسيبها أو يرجع لها وقت ما يحب. في اليوم اللي بعده علا قابلت مروان قدام المدرسة وسألته ما بيردش عليها ليه، وقال لها إنه محتاج يركز مع بنته أكتر. بعدها خدت الأولاد ومشيت. ولما كانوا راجعين وكانت بتحاول تقول لهم إنها مش عايزة ترجع لأبوهم، لكن معرفتش تفهمهم. بعدها راحت المقابلة، ولما كانت بتتكلم كان بيجيلها مكالمات من هشام ومروان، وبعد ما خلصت وأقنعتهم موافقة إنهم يشتغلوا معاهم. بعدها راحت قابلت مروان وقال لها إنه مش هينفع يرتبط بيها، وإنه كان بيحس براحة نفسية لما بيتكلموا مع بعض، لكن قال لها إنه حاسس إن حياتها مش فاضية لحد وإنه مش هيقدر يكمل معاها بالطريقة دي، وقال لها إن لما تبقى جاهزة تكلمه. وبعدها مشي. وفي الوقت ده علا حست بالوحدة وإن مفيش حد في حياتها. وبكده نكون خلصنا النهاردة. لو عايز تعرف علا هتعمل إيه ما تنساش تتابعنا، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. سلام.